أصدقائي شلونكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم بفلوج جديد من قلب العاصمة الإسبانية مدريد. اليوم أني بأحد الساحات اللي مهمة أو الساحات المهمة الموجودة هنا بإسبانيا، وهذا يسموه ساحة بلاثا مايور. هذا الموجود هنا فيليبي الثالث. بالأصل هاي الساحة كانت مقصلة أو ساحات الإعدام، بعدين تحولت إلى ساحة مصارعة الثيران، وبعدين مثل ما انتم شايفين هسه يعني كلها مليانه سياح. اسبانيا كلش حلوه، الجو كلش حلو هسه بهذا الوقت. يا خلي اشوفكم هسه اسبانيا، واكو هوايه اماكن راح اشوف لكم اياها هسه، وهي مجرد ساحه واحده من ساحات هوايه هنا موجوده باسبانيا. فيلا خلينا نستكشف اسبانيا. البلاثا مايور اللي احكي لكم عليها بيها 5 بوابات رئيسيه ومحاطه ببنايات كلها قديمه. جو كلش حلو، تحسوا عبالك ربيع. مع العلم احنا بالصيف او بداية الصيف المفروض تكون كلش حار. توك توك مال 2000 وهسه. وهذا الماركت صاير يم البلاثا مايور او الساحة الكبيرة. ما شاء الله. شلون الواحد راح يمشي؟ هنا مشاريب، هنا الحلويات، كلش ازدحام. ها كلها تقلاه، شغلات بحرية. أحلى شيء عندهم الأكل البحري، كله فريش. وإذا تريدون تجون إسبانيا لا ما تاكلون هذا الأكل، فالرحلة كلها راحت عليكم صراحة يعني. نسيت اقول لكم على التورتيه الاسبانيه. هاي وجبه الفطور مالتهم اللي هي عباره عن بوتيتو وبيض، وهنا هاي مشكله حاطين لها فد نكهات مختلفه. اما بالنسبه لذولا اللي اهل البسطيات حاطين حبال هيك وشايليها، بحيث من تجي البلديه راسا يشيلوهن حتى لا يصادروها من عندهم. احلى شيء من تمشي بشوارع اسبانيا وتشوف هذا الجمال والمعمار كلش حلو، ولهذا الواحد يقول ليش اكو هوايه سياح من هاي المناظر. طبعا تشوف زهور وتشوف ترتيب وتشوف الوان، فشي كلش حلو. هذا عرس من الاعراس الاسبانيه، هم يحبون يسووها بالكنيسه، بس شوفوا جمال هذا المعمار، شيء كلش حلو. هذولا اكيد المعازيم. ونقول ألف ألف مبروك، ومنك المال ومنها العيال.
باسبانيا هواية راح تلاحظون هاي الاعلام هنا، برشلونة واتلتي وريال مدريد، ذني الاندية. اكتبوا لي بالتعليقات من تشجعون وقولوا لي ليش تشجعون هذا الفريق. بس خصوصا هنا بمدريد راح تلاقون ناس منقسمين يشجعون ريال مدريد واتلتيكو مدريد، بحكم انه هم اندية العاصمة اللي موجودين هنا. ماطورات وبايسكلات راح تشوفوها هنا بكثرة، بالإضافة إلى السيارات الصغيرة والاقتصادية. هاي الساحة من الساحات العامة المشهورة جدا بمدريد، ويسموها السول، ساحة السول أو ساحة بوابة الشمس، من الساحات العامة الحلوة. بها تمثالين، تمثال مال البلدية اللي هو يكون دب وشجرة الكرز، وهذا التمثال تمثال كارلوس الثالث. هذا هنا أحد محلات الحلويات اللي موجودة قرب ساحة السول، راح أطلب من هاي كلش طيبة، جربتها البارحة فعجبني هسه آكل من عندها مرة أخرى. كلش طيبة، بيها مثل البالوتة هيجي، مثل الكريمة، وفوق هيجي بيها سكر ومقرمشة. بالعافية. بس شوفوا هذا الشارع ايش قد حلو ونظيف. تلاحظون انتو السيارات شلون صغار؟ كل اوروبا سياراتهم ايش تقريبا من الساعة 9 او 10 مو من الصبح الى هسه ساعة بيش صارت ساعة 4 ولحد الان اني امشي، والله هواية مشيت. عوداني احكي واقول امريكا ما تخلص، تكساس ما تخلص، بس طلعت مدريد ما تخلص. يعني الاماكن اللي بيها كلش حلوه وما تنعد همين. وين ما تروحون تلقون تماثيل بكل منطقه وبكل حي، مطعم وهيجي مزينين وحاطين لها الشغلات الحلوه، مطاعم بكل مكان، وهيك شغلات تماثيل بكل مكان، ناس بكل مكان. هي هاي الحياه. لا تنسون كل هاي النقوش والشغلات اللي يسووها والرسومات كلها قريبة من التراث العربي أو الإسلامي، بما أنه العرب أو المسلمين احتلوا الأندلس تقريبا 8 قرون أو أكثر هيك شيء. وهاي هنا تشوروس، حلويات اسبانية مشهورة مثل الداطلي، تغمسوا هيك بالشوكولاتة، اكو شوكولاتة داكنة واكو شوكولاتة بالحليب واكو هواي انواع. بالعافية. كلش طيبة. وثاني جيت اكبر الحدائق العامة هنا موجودة بمدينة مدريد، اسمها الريتيرو. هاي كانت حديقة ملكية لحد نهاية القرن ال19، بعدين صارت حديقة عامة يزورها الكل. بس شوفوا الجمال مالتها، نفس حديقة الزوراء بالضبط، بس احنا نطرب على الغريب.